كويس. و3 تورنات سكر و4 دقيق. عمي كويس. البيع جوه يا ابني. انا عايز عمي. يا قلت لك جوه يا لا. انا حسين شوقي رضوان يا عمي. حسين؟ ايوه انا حسين يا عمي. اهلا يا حسين. اهلا يا حبيبي. تعال اقعد. طبق مشكل بسرعه يا حجازي. حاضر حاضر. اهلا يا حسين. جيت لوحدك ولا حد بعتك؟ لا انا جاي لوحدي. ازيك يا حسين؟ ازي اخواتك؟ كويسين بس ماما وجدي زعلانين منك قوي. طب امال ايه اللي جابك هنا يا حسين؟ العيال في المدرسه مش مصدقيني انك عمي وان الدكانه دي بتاعتك. قلت لهم طيب انا هروح وادخل واكل بسبوسه من غير ما ادفع فلوس وهم ورايا وقفوا بعيد. طيب روح هاتهم وانا اوكلهم ببلاش عشان خاطرك. صحيح؟ طبعا صحيح. يلا روح هات. احمد. اهلا يا احمد. تعال امشي قدامي على البيت يلا. بقول لك امشي قدامي. يلا عيب كده يلا. امشي يلا. استنى عليا لما نوصل. ولا هتعمل ايه يعني؟ نكمل حساباتنا يا حافظ بيه. ايه؟ ليه بعدين؟ اما ارجع اخر النهار. الو نجية؟ الهانم موجودة؟ طب خليها تكلمني بسرعة. ايوه استهانة، في حاجة حصلت دلوقتي مهمة قوي لازم ابلغ حضرتك بيها. طول السكة قاعد يضرب فيا يا ماما ووقعنا على وشي 3 مرات. ايوه ضربت وهضربه لو عملها تاني. لا يا احمد انت غلطان يا حبيبي. يعني عايزاه يروح له؟ وماله اذا كنت انا نفسي هروح. لا يا ماما ما تروحيش ما تروحيش. امال اعمل ايه؟ اسيبكم تجوعوا؟ اسيب جدكم من غير علاج؟ زينب مرات اخويا. ايوه يا سعاده البيت وقاعده في الصالون البراني. طيب روحي انت دلوقتي انا جايه وانا بعد نص ساعه طالعه. بص ايه يا دولت، دي جايه لك بيتك يعني ضيفتك، ما يصحش. اللي زي دي مش ممكن تكون جايه لله في لله، اكيد عايزه حاجه وما دام عايزه حاجه هتستنى حتى ولو 3 ساعات. برضه ما يصحش يا دولت. سيب لي انا بقى اللي صح واللي ما يصحش، واتفضل روح نام وعيل يلا. يا دولت مش اصول دي، اذا كنت مش عايزه تقابليها انت سيبيني انا اقابلها. انا فاهمه الحركات دي كويس. الدور تبعت لك ولادها وهي دلوقتي تيجي، لكن انا هعرف ازاي اكسر رجلها. يا اهلا يا اهلا وسهلا يا ست زينب، خطوه عزيزه، ده انت ليكي وحشه قوي. اهلا، اتفضلي اتفضلي يا ست زينب بالهنا والشفا. متشكره قوي يا سعديه، مفيش داعي. عشان خاطر انا، ده انت وحشاني وحشاني موت، ونفسي من زمان اجي اشوفك واشوف الولاد. دولت مش اصول دي يا دولت، خلاص. اهلا وسهلا يا ام احمد، خطوه عزيزه. يعز مقدارك يا ابو سمير. اتفضلي ارتاحي. خير يا زينب؟ انا اقول لك جاي تجر معاك ناعم بعد الدنيا ما اتقفلت في وشها، وهتفتح لك موالها القديم. فلوس مفيش. روحي ودي ولادك يتعلموا لهم شغلانه تصرف عليهم وعليكي. وانتي برضو تقبليها ان ولاد عم ولادك يشتغلوا في ورش السمكريه والسباكين يا دولت؟ الشغل مش عيب. عموما انا جايه اتكلم مع عمهم. اتكلمي معايا انا. اسمعي يا دولت، انا ماليش كلام معاكي. يبقى مالكيش كلام مع اي حد هنا كده. ده رايك يا حافظ؟ طيب
انا ماشيه، بس عايزه اسمعك كلمتين قبل ما امشي. ولاد شوقي لو اتشردوا او جاعوا في الشوارع هيعروك انت يا حافظ، ومين عارف ايه اللي هيحصل ساعتها. عندك شاي مليان 2 بالنعناع. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة. ايه يا سيدي؟ سايبني طول النهار على القهوة مقطوع مستنيك. اسمع مستكاوي، اللي عايز يساعد بقلب جامد ونية أكيدة لازم يتحمل نصيبه من المسؤولية. بقول لك ايه؟ ارحم غباوة اخوك وكلمني دغري. أنا هتقدم للست زينب واطلب إيدها. بس يلا خش على اوضتك، يلا بس سيد يلا. انت جيت يا زينب؟ ايه اللي قومك من السرير يابا؟ زهقت من الرقد يا زينب، قلت امشي رجلي شويه والحمد لله اديني بقدر. ايه ده يا زينب؟ انت جايه معيطه من بره ولا ايه؟ حصل ايه تاني؟ لا تاني ولا تاني، اهو الغلب اللي انا فيه. الله، طب بالهداوه يا بنتي وفهميني. رحت للموحد ما لقيتهاش، طخيت مشوار على الفاضي. اختها قالت لي انها راحت تزور احسان في الفيوم. وهو ده اللي مزهقك للدرجه دي؟ اما مالكيش حق صحيح. يابا كنت متعشمه قوي ان انا الاقيها، دواك خلص ولازم تكمل العلاج عشان ما تقطعوش. يا بنتي ما تحمليش هم، انا بقيت كويس خلاص ومش محتاج للدواء ده. انا حتى هي حكايه دواء وبس. الله، امال في ايه تاني يا زينب؟ مصاريف البيت والعيال هم قد الجبال، واللي زاد وغطى رزالة البني ادمين وقله حياهم. البني ادمين وقله حياهم؟ اتكلمي يا زينب، حد اتعرض لك؟ الواد الصايع ده ابن عصفوره المجبرات اللي قاطع سكتي في الرايحه وفي الجايه. استحملت رزالته، ولما فاض بيا النهارده رحت قلعه له اللي في رجله ومدياله بيها. ضربته طبعا، الناس اتلموا عليه كلهم في الشارع وضربوه، وجبت نفسي وجيت. لا حول ولا قوة الا بالله. على العموم يا زينب انت جدعة، وديكي قدرتي توقفيه عند حد وتقدميه، والحمد لله ان رجالة الحتة وقفوا معاكي. واخرتها يابا الدنيا معنداني والاوباش طبعا